السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منورين يا رجال القناة. رجعنا الفيديو جديد واللي هو بطولة صناع المحتوى وإجيام البطولة، وإن شاء الله أنا هعلق لكم على الإجيام، وللأسف مش هتبقى فويس مع التيم عشان التركيز، فاهمين؟ لما عارف إن أنت صوتك بيتسجل مش هتبقى مركز وهكذا. المهم ده نص النهائي، وكان ضدنا باكر وسيسكو وحسن، وأول ماب أندر ماين. طبعا بناتنا زيجي بول آلي 3 أبطال أقوياء جدا في الماب ده. المهم أخدنا احنا كرو فيرست بيك، هما أخدوا ميبل أوتس بكايات كويسة جدا منهم، لكن احنا أخدنا مورتس عشان ايه؟ نعمل ضغط عليهم، لأن ميبل ضعيف قدام مورتس، صعب جدا يتعامل معاه لوحده. فأخدنا مورتس، وأنا أخدت سيريوس. لو أخدوا حاجة تكاونتر المورتس أنا أقدر أكاونتر، وهكذا. فأخدنا سيريوس يعني، وشايف قنبلة ممتازة 10/10، وأي حاجة هياخدوها المفترض يعني واحد فينا هيكاونترها، فاهمين؟ فاللاست بيك بتاعهم كان ليلي. ليلي قوية على سيريوس في البداية، لكن مورتس حلو عليها، كرو حلو على ليلي. فجيمنا كان كويس جدا من ناحية الدرافت في الأول. طبعا كرو هيكون وسط. كانت خطتي انا وتوكسيك ان احنا نمسك الدبل لين على اليمين، ولكن قلت له خلينا في الوسط عشان ليلي اكيد هتختفي من الميد، مندهاش اي مكان تاني تروحه. فاختفت لي الميد وقتلناها على طول، ان احنا جنب بعض، وعلى طول اخدت الليني وسبت توكسيك ياخد راحته في الميد. دخله حلوه من جوجيتا، قرب يشحن الصور وخلى اللي ضعيفه، وانا فاضل لي ضربة على الشادو، ولو جبت الشادو اعرف اضغط الاوتس واكسب ليني. جبت الشادو وجوجيتا كسب لينه الشمال، ما شاء الله عليه، لعب كويس جدا. اوكي، يعني حاليا انا بحاول احافظ على سوبري عشان يعني لما نضغط نستخدمه. هنا انا انضغطت موت مش احسن حاجة بصراحة، لكن انا جوجيتا دخلة ممتازة. وهنا كانت في مشكلة اللي هي ليلي هايبر، فاحنا قلنا ايه؟ انا هكون وسط واخد الجواهر، وكرو يبعد عن الليلي، يروح اي لين تاني بعيد عن الليلي، عشان لو ضربت هايبر عليا او هايبر على كرو ما يكونش معاهم كل الجواهر. فليلي اختفت وظهرت في وش جوجيتا، وجوجيتا اخدها، فعاش قوي على جوجيتا. وهنا نايس كيل من جوجيتا، وهنا كمان قتلنا الميبل واخدنا الليد، وحاليا الوضع ممتاز لينا جدا. وبس. اوكي، ليلي قررت تختفي على الشمال وهي شايفنا رايحين يمين، مش عارف ليه. يب فوز مستحق بصراحة. جوجيتا لعب اسطوري بصراحة، وتغيير اللينات كان مهم جدا. يعني تغيير اللينات من ان انا اكون انا الوسط وكرو يبقى لين، دي بتبقى مهمة جدا في اللجان. طيب احنا قلنا هنعمل نفس الحاجة، بس المرة دي هنبدل بس اللينات عشان ليلي ممكن تغير لينها، لكن شفنا ان هما ما غيروش اللينات، فانا ايه تراجعت في الميد مع توكسيك عشان ليلي لو اختفت، بس طلعت هي في اليمين. ووتس جه في ليني، وده اللي انا كنت عايزه. انا مش عايز العب ضد ليلي لان ليلي تعتبر تكونترني، ففضلت العب على الاوتس، فاضل لي تكه ويبقى معايا شبحين. استخدمت الشبح بتاعي هنا اللي لقيت ميبل لوحده. هنا توكسيك مات، بس مفيش مشكله، ليلي ضربت سوبر عليا. هنا البنج فرق معايا، وعرفت اشيل ليلي حرفيا بالسبام، عمال بس دوس زرار اي زرار في الشاشه دوسته لحد ما ليلي ماتت. فيعني لو كان ببنجي القديم قبل الفايبر كنت مستحيل ان انا عملت كده. هنا انا كنت بوجه الاشباح بس ناحيه الميبل، وخليت هنا ميبل واوتس يحط كل تركيزهم على الاشباح، وعرفنا ناخد الميد والكنترول. وتيمي برضو عمل شغل اسطوري، كسبوا الليني اليمين و10/10 بصراحه من جوجيتا. جوجيتا بالنسبه لي احسن لاعب ميكانيك مصري اذا كانش عربي، يعني بدون تطبيل يا جدعان، بدون تطبيل بجد، ما شاء الله عليه. موهبه بس هو في ثانويه عامه، فادعوا له يعني يعدي السنه دي بخير ويخش الكليه اللي هو نفسه فيها. طبعا هنا انا اتعمل لي بنش سوبر ميبل على كله، وهنا ليلي ضربت هايبر، وهنا كلاتش اسطوري من جوجيتا اخد الهايبر ليلي واكلها بدل ما كرو ياكلها، فدي حركه اسطوريه منه والله. جيم سنس
10/10. احنا هنا كنا متعادلين في الجواهر تقريبا، بس عادي لان مورتس معاه سوبر وليه ضيعت الهايبر، وانا فاضل لي ضربة على الاتنين شادو، وشايفين حطيت شادو واحد بس خليت الميبل يرجع. انا ضيعت هنا جاجيت بس عادي رجعته. هنا انا اضطريت ارجع عشان اوتس ضرب عليا سوبر. نايس كيل من جويتا. وحاليا معانا الكنترول تماما، فضلنا بس جوهرتين ونبدأ نرجع ورا. هنا كان اوتس محشور مكانش المفروض يتقدم كده، ف عملنا له بنش وقتلناه. وانا ليلي ما طبعا مش هتعرف تعمل حاجة، وكده خدنا اول ست في النص النهائي. طبعا هو بصراحة اوت درافت صريح، وكمان كاري اسطوري من جوجيتا. فده الجيم الاول. طيب الجيم التاني كان كابوم كانيون اللي ضدنا معاهم لاست بيك واحنا الفيرست. هنا احنا قلنا هنبند آلي بول ميكو، وكنا هنا محتارين كنا نبند ميليدي ولا نسيبها، بس سيبناها وهما بندوها، لان ميليدي تعتبر بتكاونتر تشاك، لان هما سايبين تشاك فاخدنا تشاك على طول، لان كولت وسيريوس وميلودي متبندين، فمفيش دامج في الجيم الا تشاك. واللي هيقول لي في التعليقات ان ناجية مفتوحة، ناجية جلوبال بان. يعني ايه جلوبال بان؟ يعني متبندة من البطولة تماما، اللي بياخدها بيتحسب له خسارة، فممنوع على البطلة دي انك تستخدمها. اخدوا هما اوت سبايك كايتين مش احسن حاجة، لان كرو مفتوح. كرو لو اخدوه مثلا بدل سبايك كان هيبقى درافت ممتاز منهم، فاحنا خدنا كرو. ولكن قلنا احنا هنا محتاجين حاجة للحاجة اللي بترسبن، حاجة زي شارلي تارا. فانا قلت ناخد بيني، وتوكسيك قال لي لا مش هينفع عشان ممكن ياخدوا علينا مدى. انا قلت عادي لان معانا تشاك هيحط السكة والمدى هيتكاونتر كده كده، وكمان كرو حلو على الابطال المدى في الماب ده. فاقتنعنا واخدنا بيني، واخد في الاخر بيرس مش احسن حاجة، ما عندهمش دامج. وانا مدحت جديتا على الستار بار، لان الستار بار دي الصح، لان ضده 3 ابطال بيلعبوا بعيد، فاهم؟ فالدامج مش هيفرق معاه على قد ما هو محتاج يقلل دامج الخصم. المهم انا اللي بلعب بتشاك، انا مهمتي كلها في الجيم ان انا اظبط سكتي وتيمي يدافع بس. ده فقط هدفنا في الجيم، واحنا قنبنا احسن لان هما ما عندهمش حاجه تدمج، فاهمين؟ يعني اوتس وسبايك دامجهم كويس جدا، ولكن مقارنه بدامج تشاك فمستحيل يعملوا لي اوت دي بي اس. فهنا كرو مات في البدايه، بس مفيش مشكله، انا هنا ظبطت السكه في الاول، ودي حاجه كويسه جدا. وفي تركايه عرفتها كويسه جدا لتشاك، ان انت حاول تظبط العواميد بدري وتحطها على بعض وتستخدم الجاجت، لان بشوف ناس كتير قوي ما بتستخدمش جاجت تشاك مع انها مفيده جدا. المهم احنا هنا كنا مضغوطين من الشمال، فانا قلت بدل ما اطلع اساعد توكسيك في اللين، ضغطت على سبايك وعرفنا نقتله وطلعت على طول. انا طبعا اوتس مش هيعمل حاجه في الجيم ان هو يدافع ضدي، فانا قلت ايه، انا عايز اظبط السكه بحيث ان انا اطلع بدرع الريسبون. بس انا قلت يعني خليني اعملها لما نسبقهم شويه في الدمج، عشان سوبراتي في الخزنه هتكون اهم. تيمي عمل شغل برضو جبار فوق، بيني حطت مدفعها بس ماتوا عادي. هنا ظبطت السكه بحيث ان انا لما ترسبن بدرع الريسبون اخش في الخزنه بتاعتهم ومش هيعرفوا يعملوا حاجه. وانا هنا كنت مستني شويه عشان تيمي يطلع معايا، يعني مش عايز اطلع لوحدي. انا سبايك هايبر فانا طلعت على طول عشان ما يحاولش يقتلني. اوتس هايبر، وقلت عادي جدا كويس ان هو صرف الهايبر، عشان بصوا اول ما ترسبن هطلع بدرع الريسبون وهطلع على طول. وفضل بصوا يعني صديت كام ضربه وما عرفش يقتلني بسببها. فدي قوه تشاك يا جدعان، لازم تجيب ستار باور اللي فيها عمود زياده، وجاجت اللي بتظبط بيها العواميد لو عملت غلطه ولا حاجه زي كده. فاوتس مستحيل يعمل لي اي حاجه، لان كل ما مره هترسبن بالسوبر بوس اروح لهم بالدرع، مستحيل يشيلوني، مستحيل. تشاك اقوى بطل في الخزنه بالنسبه لي يعني بعد كولت. فيعني انت مش هتاخد تشاك في خزنه، لو تشاك مفتوح فانت عارفين بتسلم لنا الجيم. ده كده الراوند الاول من الست التاني. طبعا اوت درافت للمره التانية.
وانا كنت بقى بكلم الشباب في ان هم لو سبقناهم في الدمج ان احنا نطلع على طول، يعني ما حدش يدافع، ان هم ما عندهمش دمج بصراحة، واوتس كده كده هيضطر يدافع، فاحنا لو هاجمنا وما دافعناش مش هيقدروا يعملوا اي حاجة. طب قلنا هنعمل نفس الحاجة، وهنا جوجيتا قلت له يسيب لي الصبارة لما سبايك يرميها تاني عشان اشيلها معاه. وهنا التابات جميلة جدا من توكسيك. انا طلعت هنا بالسوبر، والمفترض هنا ظبطت السكة لان هم غلطوا معرفوش يشيلوني على طول. اوكي سبايك طلع، وانا هنا نزلت لازم ادافع طبعا. سبايك ده مش في الخزنة كويس جدا. هنا المفترض تيمي نزل مخصوص عشان دافع ضده. وهنا طلعت بالسوبر، وهنا استلمت الخزنة. وعادي لو مت، ده الهدف اصلا ان انا اموت عشان انزل بدرع الريسبون زي ما قلت لكم. حلو جدا، هنا شلنا الدرع. وهنا طبعا قاعدين فوق، مستحيل يتقدموا، مستحيل يهجموا، مستحيل يعملوا اي حاجة في الجيم لان الدرافت شبه محسوم. نايس نطة من جوجيتا هنا. اوتس ادالي سوبر وبرضو مش هيبقى كفاية طبعا. ويب يعني الجيم شبه منتهي هنا. انا خربت السكة شوية، انا مش عارف انا كنت بعمل هنا ايه بصراحة، مش عارف. بس قلت عادي طالما انا معايا الجاجيت هقدر اظبطها. لو معيش الجاجيت دي كانت ممكن خربت وما اقدرش اظبطها. فاول جود يعني كل حاجة تمام. هنا كنت عايز اشيل البيس بس معرفتش. المهم ان انا هنا في الاخر مت من سوبارو جه ورايا اخر الماب. سبايك حاول هنا يمسك الخزنة وعملوا ده مش كويس، عملوا كومباك كويس جدا. وانا المفترض كنت اساعد توكسيك ان احنا نشيل سبايك الاول، بس عادي انا قلت ان احنا كده كده سابقينهم في الدمج، فالاحسن ان انا اطلع امسك الخزنة. وقلت لتوكسيك برضو يطلع لان احنا كده كده سابقينهم. هنا شلت الدرع، اوتس ضرب عليا سوبر، بيني هايبر، وكده جي جي. مستحيل يعملوا اي حاجة. سبايك يعيش لوحده في الخزنة، احنا كده كده سابقينهم في الدمج. كرو هايبر، بيني هايبر، وبكده كده اخدنا الست التاني مرتاح جدا. خلينا نخش على الست التالت واللي هو بيلزروك. هنا احنا قررنا نبند كيت، عايزين نبند كيت مثلا سبراوت. هم قالوا لي نبند بول احسن ومورتس. قلت لهم هو المفترض عادي ان احنا نسيب مورتس لان مورتس بدون كيت ما بيكونش قوي قوي، بس مفيش مشكله، بان كويس جدا. اخدنا بيرس وفيرست بيك. بيرس يعتبر بطل قوي جدا فاخدناه، لو ان اوريدي ليون وجين كنا هناخد واحد فيهم لو موجود، لكن هم بندوهم فبنات حلوه منهم. اخدوا بروك فيرست بيك عشان لو اخدنا ثرور قلنا عادي. اخدوا بروك ار تي علينا، قلنا عايزين ناخد اولي لان اولي حلو جدا على الابطال الشارب شوترز، وان احنا مرتاحين في البطل على اكتر ما احنا عارفين ان هو بطل كويس جدا، احنا مرتاحين فيه. احنا هنا قلنا لو اخدنا بايرون ممكن ياخدوا هم ثرور سبراوت، فاحنا قلنا ناخد تيك قوي جدا اصلا في الماب ده، وهيكاونتر اللاست بيك بتاعهم اللي هو هيكون على الاغلب ثرور. فيب يمكن الحاجة الوحيدة اللي هم ممكن كانوا يقدروا ياخدوها اللي هي ريكو. بكات ريكو كانت جميلة جدا، ولكن هم اخدوا شارلي، وشارلي مش حلوة لسببين. اول سبب ان اولي بيكونتر شارلي، وتاني سبب ان تك حلو على شارلي، يعني عناكب مش هيبقى ليها اي لازمة، فبكا مش احسن حاجة منهم. فيب احنا قلنا ان هدفنا وخطتنا بأولي وبيرس ان أولي يسحب وينوم الخصم وبيرس يقتله بطلقتين حرفيا. فدي كانت خطتنا يعني. فانا هنا ضغطت بس اشوف لو اقدر اسحب حد، بس انا ضغطت انا فقلت ان انا هرجع. اوكي هنا كنت بتوقع ان ارتي يطلع من هنا بس لقيته بيبنش من تحت، فتوقع خايس بصراحة مني. وانا زي ما انتم شايفين جويتا بيهولد اللينو كويس جدا اللي هو بروك، لان تيك يعتبر اقوى ثرور في الماب ده. هنا عملت شويه دجات حلوه وقدرت اكون عايش. هنا تقولوا لي طب ليه اخدتوا اولي وتيك وضدك بروك بيفتح الماب؟ بقول لك عادي جدا لان قنبله مدى فاهم، واولي دمه كتير وسريع فصعب جدا يقتلونا. هنا دبل كيل اسطوري من توكسيك لان انا نومت تيك قصدي الارتي، ومنها توكسيك جاب سوبر وفنش الشارلي. وانا طبعا انا بدخل انتحالي عشان احاول اجيب هايبري باولي.
يعني لما بيفيدوني من عن طريق ان حد يضربني او ان انا اضرب بشحن سوبري وهايبري. فلازم تبقى يعني من الاخر مازوخي بقولي عشان تجيب سوبرات وهايبرات. انا ضربت الجاجت بدري بصراحة، كنت لازم اتأنى فيها اكتر، بس عادي. انا فضلت بس جنب توكسيك بحيث لو حد اتقدم بزيادة اخش واسحبه. يعني انا لاحظت ان ارتي اتقدم بزيادة، فانا قلت ممكن ادخل اسحبه، بس لقيته يعني هرب على طول، ف هديت شوية. هنا بروك سوبر غريبة منه بصراحة، ما كانش ليها لازمة. زي ما انتم شايفين انا لو ملاحظين ان انا بحاول ان انا العب بس مع توكسيك، لان يعني انا محتاج لو هسحب حد لازم توكسيك يبقى معايا عشان نشيله. وانا لاحظت ارتي دخل بغباء فانا سحبته، وهنا توكسيك على طول مسحه بطلقات بيرس. وطبعا جوجيتا كسب لينو لان تك اقوى ثرور هنا، وقتلت الشارلي. فبول بليد من التيم تيم وورك اسطوري مننا كلنا. طب احنا هنعمل نفس الحاجة، بس المرة دي احنا كنا مخططين ان احنا نخلي ان تك يمسك وسط معانا اكتر، بحيث لو ارتي ضغط علينا يبقى يعرف يمسك لينين. لكن هما المرة دي هنا بدلوا لينات، وانا شايف تغيير اللينات مش هيفرق، او بالعكس شارلي على بيرس هيكون احسن طبعا، لان بيرس بتكاونتر من عناكب شارلي. فانا مش عارف ليه حطوا شارلي على تك. المهم انا ضغطت على البروك لان انا في الميد رينج بتاعه. في الميد رينج بروك ما يقدرش يجيب فيا ولا طلقه حرفيا. هنا تبات حلوه من الار تي فاضطريت ارجع. هنا لقيت بروك متقدم بزياده، حاولت ان اسحبه بس هرب على طول. اوكي حلو التبات من توكسيك. اوكي توكسيك معاه سوبر كان هيجيب الكل ده لولا انه ضيع السوبر. هنا لقيت بروك اتقدم بزياده وانا سحبته وجبت كل اسطوري. هنا سوبر من جوجيتا ضاع في العناكب، بس عادي العناكب ضاعت وشارلي ما بقاش ليها لازمه في الجيم، وار تي مات وراها. طيب انا هنا وضعي ممتاز، معايا سوبر ومعايا جاجيت، اي سحبه هعملها توكسيك هيقتله ونكسب الراوند. فهنا بقى ماتش بوينت، لو انا سحبتهم هنكسب. هنا سحبت البروك وقتلته لان هو كان لوحده، كانت غلطه منه. هنا توكسيك مات وبقينا 2v2. فانا قلت لجوجيتا ان هو يلعب معايا على الارتي لان انا عارف ان ارتي هيغلط وهسحبه. فقال لي اوكي، وهنا سحبت الارتي وجوجيتا ضرب معايا الهايبر وشلنا رجل ارتي وبقينا 2v1. وشبه مستحيل لحسن انه يعمل اي حاجه. فياب جي جي، هو سلم الجيم خلاص لانه ميقدرش يعمل حاجه لوحده. ويل بليد ويل درافت من تيمي كويس جدا، محدش اثر. ياب كده كسبنا نص النهائي. تعالوا بقى في الجيم النهائي ضد زعيم. طيب زي ما قلت لكم يا جماعه ده النهائي ضد زعيم اندرماين. احنا معانا الفيرست هما اللاست. طبعا هنبان نفس البنات اللي عملناها مع تيم النص النهائي، زيجي بول الي. اخدنا كرو فيرست بيك، طبعا اقوى فيرست بيك بالنسبه لنا هنا كرو. يعني كان في بيرس لكن احنا فضلنا كرو لان كرو بكايه سيف جدا. انا قلت انهم على الاغلب هياخدوا سبايك او اوتس ميبل زي ما التيم اللي فات اخد بالظبط. ف اخدوا اوتس واخدوا ميبل، اخدوا نفس البيكات حرفيا الجيم اللي فات. لكن الفرق هنا ان سيريوس متبند، فاحنا قلنا عايزين حاجه زي سيريوس بترسب المخدات ودمجها كويس. فقلت ممكن سبايك، قالوا لي الشباب ممكن رافس احسن، والشباب اجمعوا على رافس احسن من سبايك. فانا قلت لهم تمام، ولكن كينجي كان ممكن يكون قوي علينا. لكن يعني افتكرت ان احنا معانا كرو في التيم، فالمفترض كينجي هيكون مش حلو خالص. جاب كات رافس كانت كويسه جدا احلى من سبايك. واللي ضدنا اخدوا لاست بيك تارا. لاست بيك تارا مش وحش، لكن يعني صعب جدا تلعب، فاهمين يعني، لان جاجت مورتس بيشيل اشباحها. كرو برضو قلت التوكسيك يغير الجهاز عشان يسبلاش الجاجت،
وتبقى جاجيت طارة ملهاش لازمة. وانا برضو كده كده رفس يعني مش بيتأثر من اشباح طارة، بالعكس ممكن اشيلها بطريقتين. المهم قلنا ان انا همسك وسط، قلت ميبل هيكون وسط بس لقيت اوتس، فانا قلت التوكسيك نبدل، امسك انا الطارة وهو يمسك الاوتس. هنا عملت بنش على الطارة وقلت جوجيتا هاخد اللين اليمين وانا همسك اللين الشمال على ميبل. يعني طبعا انا بكونتر ميبل بالمخدات. هنا حطيت المخدات وايه محتاج بس هيل واجيب صباري واضغط عليه. هنا جبت صباري وقلت هرمي عليه وافتح اللين عشان توكسيك يساعدني، لان كل ما فتحنا الماب كل ما كان احسن، لان ميبل صعب يعمل حاجة في المدى المفتوح. هنا جوجيتا كسب لينه وتوكسيك تابة حلوة على الميبل، وحاليا معانا الكنترول 100%، بس توكسيك محتاج هيل شوية. المرة دي حطوا طار عليا واللي هو مش احسن حاجة. شوفوا شلت الاشباح على طول. نايس كيل من جوجيتا. هنا انا كان فاضلي لمسة على هايبر، فبصراحة السوبر بتاعي كان مستعجل بس عادي مفيش مشكلة. نايس كيل من توكسيك، وضغطة حلوة من جوجيتا خلى الاوتس دم وان شوت. طارة راحت لليني تاني معاها سوبر، يعني مش هتعرف تعمل حاجة بصراحة. بس توكسيك قال لي خليني على الطارة، قلت له اوكي. جوجيتا كسب لينه على الميبل، وطارة على الشمال بسوبر، والمفترض كان توكسيك مسيبهاش بس عادي. انا قلت له انا ههولد اللين الشمال وانت هولد الميد، وطارة دخلت معرفش ليه دخل زعيم بالدخلة دي، بس خلاني في فايد هايبر واديها لجوجيتا، بس جوجيتا قال لي ان هو اوريدي قريب. هنا زعيم ضيع السوبر وجوجيتا عمل كلاتش اسطوري، اخد الجوهرة وقتل زعيم، فهو البيد منه. طيب ما فيش حاجة عملوها بصراحة، يعني اول درافت صريح 100%، وده يعني ما شاء الله جوجيتا كرانة في اللينات يعني، وان هو خطف جوهرة ورجع وقتل زعيم دي كانت جميلة جدا منه ما شاء الله عليه. كده الراوند الاول. بقى تعالوا على الراوند التاني. قلنا نعمل نفس الحاجة، مورتس على طارة، رفس على ميبل، وكرو على اوتس. فقالوا لي امسك وسط، ممكن ميبل يكون وسط، قلت لهم اوكي، واكتشفت ان اوتس هو الوسط، قلت له خلاص بدل على طول، وبدلنا وطلعوا ان هم مدبلين اللين في الشمال الطارة والميبل. قلنا اوكي مفيش مشكلة، انا هضغط من فوق لغاية لما جوجيتا قال لي انت اللي انزل وانا اللي هضغط من فوق، قلت له اوكي. هنا دخلة حلوة قوي من جوجيتا، دبل كيل اسطوري يا جماعة بجد. جوجيتا ما شاء الله عليه، يمكن اقوى ميكانيك مصري شفته في حياتي. انا بصراحة طبلت له كتير يعني، بس هو ما شاء الله عليه يعني يستاهل المدح. هنا لقيت ميبل في ليني، وده اللي انا كنت عايزه بالظبط لان معايا مخدات. فطبعا جبت هنا سوبر وفتحت الميد عشان توكسيك ياخد راحته. نطة حلوة من توكسيك عشان ما يموتش، وكيل اسطوري من جوجيتا، ونايس كيل من جوجيتا هنا. وانا كنت فاضل لنا جوهرة ومعرفش ليه زعيم هنا مسحبنيش، بس ادالي الجوهرة يعني، اخدتها ورجعت وبدأنا العد التنازلي. وهنا زعيم مات وانا قتلت هنا الاوتس، وجوجيتا قتل ميبل وبس. يعني بصراحة اداء جبار بصراحة من تيمي، وقصرناش خالص. فجوجيتا كان الكاري بصراحة، يعني عجبنا ادائي والله ما شاء الله، اقوى من كانت مصر شفته في حياتي. طيب الماب اللي بعده هوت بوتيتو. هنا بدأ العبث. هنا انا كنت قايل للشباب ان انا عايز ابين كولت، لان كولت اقوى بطل في خزنة بالنسبة لي. قالوا لي سيبوه بند تشاك، انا بنته، وفي الاخر توكسيك بان عشوائي وهم اخدوا كولت. هنا قلنا ناخد اوتس كانت بكاية كويسة جدا، ولكن المشكلة اللي بعدها بقى ان احنا كنا محتارين ناخد بول ولا كلانسي، لكن انا قلت لهم نروح بول، ودي كانت غلطة مني، مكانش ينفع نقترح لهم بول. يبقى ان احنا لو رحنا كلانسي بدل بول كان احسن جدا، لان اوريدي كولت حلو على البول، وكمان اخدوا نيتا وكلانسي. يعني بقى انا معرفش اخد ايه بصراحة، قلت لهم بس ممكن اخد ريكو ونعتمد ان احنا منفيدش الكلانسي ولا النيتا، بس كده كده غصبا عنهم هيتفيدوا لان ضدهم بول. المهم جوجيتا قال لي عايز ياخد ريكو، بدلت معاه، ومن الاخر كده الدرافت لصالحهم لطارق صاحب تيم زعيم.
لان معاهم كولت اقوى دامج ديلر في الخزنه، وكلانسي ونيتا على بول اللي هو اقوى كاونترين على بول بصراحه، وريكو مش هيبقى كفايه يعني لان كولت بيكاونتر وهيفتح الماب زي ما انتم شايفين. ماتش اب صعب جدا، ولكن قلنا ممكن نكسبها لو ما فايدناش الكلانسي ولا النيتا. انا كنت بهولد الميد بحيث ان انا ما فايتش كلانسي. هنا جوجيتا انضغط ف اضطريت ان انا ادخل معاه عشان اساعده. نايس كيل من هنا من توكسيك، عمل بنش كويس جدا، وهنا قتل الكلانسي، والبداية في ممتازة بصراحة في صالحنا. لكن هنا توكسيك اتحشر و نيتا اتقدمت وفضلها حاجة بسيطة على السوبر، وهنا كلانسي معاه تير 2. هنا توكسيك ما كانش ينفع يدخل الدخلة دي لأنه كده فايد الكلانسي، يعني هي كانت دخلة كانت تبقى حلوة لو جاب النيتا، لكن للأسف ما عرفش يجيبها. هنا جوجيتا مات ووضعنا جدا صعب في الجيم لأن النيتا هايبر، الكلانسي قرب على التير 3، بس احنا شايلين درع على الأقل، وقلنا هنحاول بس نخلي البول قاعد ورا وانا ووريكو نحاول نضغط عليهم. هنا جبت هايبر سوبر ومكانش ينفع اسيب الميد لان كلانسي اخد راحته في الميد خالص زي ما انتم شايفين. وهنا بول دخل بهايبر لكنه مات بسبب كلانسي، وكلانسي ساعتها بقى طالما جاب تير 3 الجيم هيبقى صعب جدا، صعب يعني، لان مفيش حاجة نقدر نعملها لكلانسي تير 3 ولا كولت فاتح الماب ولا بول يقدر يعمل حاجة، وريكو صعب جدا يعمل حاجة. يلا هنا شالوا الدرع وتوكسيك طلع فوق يحاول يشيل الدرع التاني. انا اديت هايبر هنا كويس جدا على كلانسي بس ما كانش كفايه لان نيتا رمت هايبر بسوبر، فوضعنا هنا صعب جدا. ريكو نزل بهايبر سوبر عشان يشيل الدبة قبل ما تشيل الدرع التاني، بس ما اظنش الهايبر كان ليه داعي، كان ممكن يخليه بسوبر بس. هنا كلانسي وكول طبعا عم يعني هاتك يدعك على الخزنة. نيتا رمت الدب عليا فانا ما اقدرش اعمل اي حاجة حرفيا. فيب هنا شالوا الدرع، احنا هنا حاولنا نطلع عشان لو شلنا الدرع ده كان ممكن نكسب او نتعادل حتى، ولكن ما عرفناش للاسف. فيب يعني هو اوت درافت صريح شباب، اوت درافت صريح. لكن المشكلة هنا مش في الاوت درافت على قد من احنا لازم نلعبها صح بحيث ان احنا ما نخليش الكلانسي يتفيد ولا النيتا تتفيد. فاحنا قلنا نعمل ايه، ان احنا نخلي بول بعيد على قد ما يقدر عن الكلانسي والنيتا وما يحاولش يدمج، بس توكسيك يقعد ورا ويسيبني انا وريكو نحاول نلعب. هنا عملنا ضغط كويس جدا انا وجوجيتا، ونايس بنش من ريكو هنا جاب الكلانسي وجوجيتا واخد بوزيشن كويس جدا. وهنا توكسيك بيهرب من نيتا ودي حاجة ممتازة لأنه هو مش عايز يفيدها أكتر من كده. كولت دخل الخزنة لكن توكسيك دخل وحاول يشيله بس معرفش، وأنا مقدرش أعمل حاجة هنا. حتى لو جبت الطلقة دي كانت نيتا هتدخل تقتلني، بس أنا في الآخر جبته قبل ما يشيل الدرع. وقلت لتوكسيك يحاول يبعد عن كلانسي، بس كلانسي هنا حرفيا فاضله حاجة بسيطة جدا على التير 3. المهم انا واخد الكنترول في الميد وده اهم حاجه في الجيم. نايس كيل من جوجيتا وتوكسيك. هنا حرفيا الشباب عملوا تيم وايب اسطوري. انا هنا رميت جاجيت بحيث ان انا ازود الدمج، يعني جاجيت اوتس دمجه كويس جدا، ومنها شلت تقريبا 12% ولا 13%. زي ما انتم شايفين برضو انا هنا جبت هايبر، وريكو معاه هايبر وجاب كلين اسطوري من جوجيتا، كليتين يعني عظمه بجد. خلونا نشيل درعين. انا الجاجيت ده كان ما كانش ينفع اضيعه لان كان هيعمل دامج ويفرق قوي، بس مفيش مشكله. هنا انا ضربت هايبر اسطوري مع توكسيك عشان يدخل يدمج. هنا لو شلنا الدرع ده كان وضعنا هيكون ممتاز، لكن مفيش مشكله. انا لقيت فرصه ان انا اضرب الجاجيت فضربتها وشلت الدرع. بس عندنا مشكله ان في كلانسي تير 3 توكسيك دخل الدخله برضو مش وحشه، لكن
كلانسي كان هيمسحه في ثواني. المهم هنا كل اسطوري من جوجيتا على كلانسي، وهنا شالوا الدرع وما اقدرش اوقفهم خالص. قلت بس التوكسيك يطلع دم جستا، انا لان ما اقدرش ادافع. هنا تبات حلوه من جوجيتا، وهنا ما فيش غير كلانسي بس في الخزنه، فانا حرفيا لو شلت كلانسي هنا كنا هنكسب. ياب حتى لو كلانسي شال الدرع ده مش هيلحقوا يعملوا الدمج ده كله. فويل بليد تيمي بصراحه كاروني يعني. حتى الماتش اب صعب جدا على توكسيك، ومع ذلك عرف ان هو يطلع فوق ويقتل النيتا ويعمل دامج. فحتى واحنا يعني متكونترين في الدرافت يا جدعان، ده مش معناه ان انت توقف خالص لعب. وانتوا شايفين شويه فتحت الديسكورد لقيت ماكنتير بيقول لي مبروش قبل ما نفوز، يعني فاهم يعني ادانا الفوز الحتمي. ف شابوه ماك حبيبي لو بتسمع الفيديو. المهم قلنا هنعمل نفس الحاجه تاني، لكن هنا انا عملت غلطه، وان انا سبت المد للكلانسي، فكلانسي اخد راحته قوي بحيث ان هو يعني عمل سنيك بيك عليا وقتلني وجاب التير 2. فدي كانت غلطه كبيره جدا مني، كانش ينفع اسيب الوسط لكلانسي كده، المفروض اكون وسط واضرب في العشب بس، لكن لا انا غلطت وسبت العشب لكلانسي. فالغلطه دي هتكلفنا جامد قوي. ونيتا جاب الدبه، وكلانسي فاضل حاجه بسيطه على التير 3. فيعني يب الغلطه بتاعتي دي حرفيا يعني ندمان عليها جدا، ندمان جدا. فبسببها خلى الجيم صعب جدا. هنا كلاية اسطوريه مني انا وجوجيتا، وانا معايا هنا سوبر. قلت لتوكسيك يخش لين الشمال وانا اضغط معاه على نيتا، بس كولت ضغط عليا. وحاليا كان لازم اضغط على لين الشمال لان كولت ضعيف ونيتا كانت ماسكه بول، لكن مش عارف انا ليه سبته. سوبر اسطوري من جوجيتا هنا، ونايس دخله من توكسيك، ولكن نيتا هنا ضربت جاجيت اسطوري واعترضت دخلت بول. وانا حاولت ان انا اجيب النيتا وجبتها فعلا. كان كلاها كلاتش بصراحه، لان النيتا لو فلتت كنا هنخسر على طول، بس ما اقدرش اعمل حاجه طبعا. الدبه بهايبر داخل عليا. وهنا كلاها حلوه من كولت وكلانسي تير 3 وشالوا الدرع الاخير. ويعني صعب جدا نعمل كومباك، ولكن قلنا فيها ان الدرع حرفيا وان شوت شلناه، فاضل بس درع اخير ونكسب الراوند. بس كولت دخل بهايبر، كلانسي تير 3، نيتا دخل علينا، ويعني الوضع كان محزن جدا. وده بسبب غلطتي ان انا سبت الميد. وده كده الست التاني، وكده النتيجة 1-1. طب كده دخلنا على الست التالت، رينج اوف فاير. هنا احنا مرتاحين قوي في الماب ده اللي احنا حافظينه. هنا قلنا هنبند زيجي بول، ولكن انا كنت متردد ابند جراي ولا الي. هنا بنت زيجي وخليت توكسيك يتبند بان عشوائي. قاعد يقول لي ايه بتعمل ايه يا اسطى؟ قلت له معلش كنتش عارف ان انت حد على زيجي. المهم اللي ضدنا بنادو كرو ليون بيرس، واحنا بول زيجي وبان عشوائي انجلو. اخدنا تشستر، لان تشستر قوي جدا في الماب ده. وحاليا هم اخدوا بو بكاية غريبة جدا، لان بو مش احسن حاجة بسبب ان هو بيتكونتر من كل الاجريسيف. والاغرب بقى ان هم اخدوا بكاية سيريوس. قلنا ده على طول فري مورتس، هندي ليه جوجيتا ويكارينا ان شاء الله. بس قلنا عايزين حاجة بقى تكونتر اللي هيكونتر مورتس وتشستر. قلنا كلانسي لان ما عندهمش حاجة غير مثلا اقول مثلا حاجة زي كينجي، حاجة زي ريكو، فاهمين؟ ففي كلتا الحالتين كلانسي هيلعب. فده كان هدفي من الاول، يعني ان انا احاول اللي كاونتر مورتس كاونتر. وهم اخدوا هنا جيل بكاية كرياتيف، بحيث ان هو يزق مورتس او يديه واحدة جاجت ويبعده، او ان هو يلعب مدى عليا بجيل. ولكن اللي ما يعرفوش ان كلانسي مداه ابعد من جيل اساسا، فدي غلطة من تيم زعيم ان هما ما يعرفوهاش، ان اصلا كلانسي مداه ابعد من جيل بمراحل. فهتشوفوني هنا انا عمال اتاب جيل من بعيد ودخلت فيه وجبت تير 2 ومورتس اوريدي كسبان اللين الشمال. فيعني الدرافت كان في صالحنا 100%. فبكات بو مع سيريس كانت حكاية غريبة منهم شوية، ولكن هنا انضغطنا بسوبر جيل كانت حلوة منه.
وانا كنت قلت لجوجيتا خليني انا على جيل وانت على اليمين، وفعلا طلع فوق على طول، وانا هيلت شويه وطلعت في وش الجيل. هنا دخلت بسوبر ونايس كيل من جوجيتا هنا، بس انا هنا مت. كان المفترض ان انا اركز على الجيل الاول، ولكن هنا دبل كيل اسطوري من جوجيتا ما شاء الله عليه. يعني يا اخي كل ما اتكلم على جوجيتا بقعد امدحه ما شاء الله. الواد حرفيا كان بيلعب ولا كانه في بطولة عالم. المهم هنا انا كنت ماسك الجيل، يعني اهم حاجه ان مورتس يبعد عن الجيل. هنا سيريوس جاب شبحين مورتس بس مسحه في ثانيه. هنا جيل انا مش عارف ليه دخل الدخله دي بصراحه، ادانا فري كيل وادالي تطويره ببلاش. هنا دخله اسطوريه من جوجيتا، بو دخل بهايبر غريب. فهنا حرفيا ما خدوش اي فاليو من هايبر بو. وهنا يا نهار ابيض عليك يا جوجيتا، يا نهار ابيض بجد يا جدعان. انا يعني حرفيا جوجيتا اقوى لاعب عربي بالنسبه لي. يعني انا مش مهتم براي اي حد، رايي الشخصي جوجيتا اقوى لاعب عربي خصوصا بمورتز. يعني ده غير ان هو كان بيشتكي لنا في الفويس من النت، يعني كان عنده مشاكل في النت وما شاء الله كان بيلعب حلو قوي. فشابولي والله. بس هي الفكره عموما ان بو سيريوس ده فري مورتز، فاهمني؟ ف درافتنا كان يعني في الجون يعني. احنا قلنا هنا ان جيل المره دي هيمسك اللين الشمال، وهو فعلا كان في اللين الشمال بس بدلوا خلوا جيل على اليمين وسيريوس على الشمال. فقلنا هنبدل احنا كمان لان كلانسي طبعا مش هيقدر يعمل حاجه قدام سيريوس. هنا انا مت موته وحشه. انا بصراحه كنت عايز اضرب جادجت عشان اعيش بس اترددت فبلعت الماين. هنا جوجيتا دخل عشان يشيل ماينز وبرضه يضغط على البو. هنا لقيت ان الجيل لين اليمين، وانا قلت لجوجيتا اضغط معايا من اليمين وانا هخش وراك. قال لي تمام. هنا دخل دخله ممتازه على البو، وانا هنا كان فاضل لي ضربه واحده على التطويره وجبتها كمان. هنا كان لازم اقيمها بدل ما اضرب اوتو ايم، كانت هتفرق قوي. وهنا التوكسيك مات، لكن جوجيتا فوق عايش وجاب تقريبا كيل. جاب كيل واحد. وهنا كنتش عارف ان في ماينز هنا فكانت غلطه مني. بس قلنا المورتس جوجيتا ان هو يدخل يحاول يشيل هو الماينز. انا ضغطت من اليمين طبعا. هنا سيريوس دخل عليا فاضطريت ان انا العب سيف او مدى بعيد شويه، بس دخلت عليه كده كده لان انا معايا سوبر. مسحوني برضو بسوبر جيل وسوبر سيريوس. وانا مش عارف ايه اللي بيحصل فوق. تقريبا تيمي كسب ال 2v3، عاش عليهم والله ما قصروش. لقيت جيل مسك شمال وانا اديت تبات جامده قوي على الجيل، خليت جوجيتا يدخل يمسحه بجادجت. طيب الوضع حاليا قريب، ولكن احنا معانا الافضليه بسبب ان انا خلاص قربت على التير 3 ومورتس قرب على الهايبر كمان. هنا جوجيتا مات بسبب اشباح سيريوس، وانا ضربت سوبر عشان اجيب التير واشيل الاشباح. قلت انا ههيل شويه بعد كده اطلع اللين اليمين. جوجيتا ضرب جاجت كويس قوي خلاني اعرف ادخل واضغط عليهم وامسحهم. فاوت درافت صريح خلاص. كلانسي تير 3، مورتس هايبر، ومعانا بوزيشن. فيب اوت درافت. هنا ضربت هايبر مسحت بيه الجيل. كنت بقيمها على السيريوس، كنت شاص ان انا اجيب الجيل. هنا جوجيتا دخل بالهايبر وجي جي. ده كده الست التالت، النتيجة 2-1. وخلينا نخش على الست الرابع، هايد اوت. هنا ظهر العبث مرة أخرى، وإحنا هنا قررنا بند مورتس كيت بول أقوى 3 أبطال لاست بيك. إحنا قلنا هناخد هنا بيرس. طبعا بيرس هنا قوي جدا لأن ناني متبند وليون متبند، فبيرس أقوى حاجة هنا. أنا كنت حاطط على أولي، ولكن كنت متردد شوية في البكاية التالتة اللي إحنا هناخدها دلوقتي. هما أخدوا أنجلو جين، بكايتين كويسين جدا منهم. وانا كنت بفكر ان انا اخد يا بايرون يا شارلي، بس الشباب قالوا ان احنا عايزين نلعب سيف اكتر وناخد جاس. بس انا قلت يا جدعان انا اولي ضرباتي بتخترق، بس انا ما عنديش مدى، فاي حاجه ياخدوها تراسبن تبقى مشكله. يعني حتى شارلي كانت تبقى حلوه قوي علينا، فاهمين؟ بس في الاخر هم رحنا الجاس وهم اخدوا لاست بيك حلوه منهم. وانا لازلت
ولا زلت مقتنع يعني الكلام ده لتوكسيك ان سيريوس بيفشخ اولي. متقعدش تقول لي عشان بيرس ضربات اولي بتخترق، ولا ان عشان دم اولي كتير قوي. يا اسطى سيريوس قوي جدا على كل التنكات، بجد مستحيل بجد. سيريوس قوي جدا على التنكات كلها، فبكاية سيريوس حلوة جدا منهم لان ما عندناش حاجة تشيل الاشباح وفي نفس الوقت كاونتر ليه اولي، فبكاية جميلة جدا منهم احنا متوقعناش بصراحة. فحاليا احنا معانا البلو وكل لاعبانا ان احنا نقعد ورا، وانا كان بس طلبي من جوجيت ان هو ما يخليش سيريوس ياخد راحته ورا الحيطة اليمين. المهم انا هنا كنت بحاول ان انا اكون مازوخي عشان احاول اجيب سوباري. هنا كان توكسيك هيجيب كلاية جميلة جدا بس انجلو معاه النطة. زي ما انتم شايفين يعني مفيش حاجة معينة بتحصل غير ان احنا قاعدين ورا، وانا مقدرش اعمل حاجة في الجيم. انا سيريوس مزعج جدا، اخد الحيطة اليمين فهتلاقيه شغال زي الثرور حرفيا بيجمع اشباح من ورا الحيط. طب هنا وده هنا كانش وحش قوي او هو وحش قوي لان سيرس اخد بوزيشن، جين معاه سحبة وسحب البيرس. وحاليا النتيجة 2-1، وانا اضطريت اطلع في وش السيريوس. ضربت جاجت بس ما ماتش برضو بسبب الشبح. بس انا جبت سوبر وقلت ان انا همسك اللين الشمال عشان اخد الحيطة دي، بس معرفتش بسبب سوبر انجلو. هنا توكسيك جاب سوبر وعمل تابات جميلة جدا على الانجلو وخلانا نرجع الليد. والله يا اسطورة توكسيك، تابات حلوة جدا. وهنا عمل هايبر يعني ولا هايبر الاحلام. بصوا الهايبر ده يا جدعان بسم الله ما شاء الله، عاش والله. وقعدت بس اضرب عليه طول الجيم، فبالراوند ده كرانا توكسيك. وانا الجيم ده طبعا كاولي انا ملغي من الجيم، ملغي تماما، متكاونتر من سيريوس. انجلو وجين عندهم مدى عليا، فيبقى انا متكنسل من الجيم. وبرده جوجيتا عمل هولد كويس جدا في اللين اليمين. ف كده ده ماتش بوينت، ولو كسبناها ناخد البطولة. طيب قلنا نعمل نفس الحاجة، قص يمين بيس شمال، انا وسط اخد النجمة وارجع. فروحت الميد واخدت النجمة. وهنا لقيت ان سيريوس اخد بوزيشن على طول في البداية، ودي كانت مشكلة لان كده هياخد اشباح اكتر. فرجعنا قلنا نعمل نفس الحاجة زي الراوند اللي فات ان احنا نقعد ورا. فلقيت هنا ان الميد صعب جدا ان انا امسكه لان سيريوس بيضرب عليا، ده بيضرب عليا. فانا رجعت يعني حاولت اسحب حد بس معرفتش. جوجيتا هنا ساب اللين الشمال اليمين قصدي وجه الشمال، وهنا دي كانت غلطه لان سيريوس هيتقدم وانا مش هقدر اعمل له حاجه. ف زي ما انتم شايفين يعني انا ما اقدرش اعمل حاجه. يعني انا لو اتقدمت على سيريوس مش هقدر اقتله، ولو رجعت هياخد اشباح اكتر ويضربها علينا اخر الجيم. فالوضع كان صعب جدا يعني. هنا توكسيك قال لي ان انا اضغط، وانا يعني حاولت اضغط عشان سوبر جين، بس هنا توكسيك مات. تباية حلوة من انجلو وجين سحبني، وكده نتيجة 4-1 وانا معايا سوبر. المشكلة ان انا قلت شباب انا نعمل ايه للسيريوس اللي على اليمين ده، يعني انا لو محدش طلعه مش هنعرف نعمل حاجة. فحاولت ادخل ان انا احاول اطلعه بس معرفتش، لقيته كل شوية بيطلع لي شبح زي ما انتم شايفين حرفيا بيرسبن لي اشباح ورا شبح ورا شبح. فالوضع كان صعب جدا بالنسبة لي، بس انا قلت همسك اللين الشمال وخلاص اسيب اليمين يعني طنشه. هنا كان فاضل 20 ثانية وهنا اخدت سم واخدت ضربة جين، ويعني حالتي كانت بالبلة. فهيلت هنا شوية ما عرفتش هيل يعني، جين ضربني ضربة. وهنا قلت لجوجيتا يديلي سوبر، ولما اخش حاولت اخش وضربتها في الحيطة. مش عارف بجد انا كنت متخيل ان انا اقدر اعمل ايه هنا من غير ما اجيب الجين. يعني انا لو حاولت اجيب الانجلو مش هنكسب، ولو حاولت اجيب الجين بعيد عني جدا وسيريوس جنبه، فكان شبه مستحيل ان انا اعمل حاجه. بس كان في لعبه احسن مني طبعا في البدايه وفي نص الجيم.
فقلنا هنعمل نفس الحاجه تاني، لكن المره دي قلت لجوجيتا ما تحاولش تخسر لين اليمين، لان يعني سيريوس لما بياخد بوزيشن بيبقى صعب جدا التعامل معاه. فقال لي تمام تمام. ولقيت سيريوس اخد بوزيشن وانا حاولت اضغط واحاول اسحبه، لكن هنا سحبت جين، ولكن غلطه مني ان انا مت الموته دي. يعني هنا الموته دي ناقشنا فيها انا وتيمي كتير قوي، واكتشفت يعني ان انا فعلا كنت غلطان فيها. يعني لو انا ماليش لازمه في الجيم، على الاقل على الاقل ما موتش، يعني فاهمين، ما اكونش عبء على تيمي، بس ان انا اقعد ورا. فده اللي انا اكتشفته، الحاجه الغلط اللي انا عملتها. هنا حاولت ان انا ادخل اسحب السيريوس، لكن هنا السيريوس متحركش مكانه وضيعت الجاجيت، وهنا كمان موت. يعني حرفيا عبث في عبث. يعني انا هنا حرفيا لعبت لعب وحش جدا. توكسيك خسر لين الشمال بسبب انه حاول ينزل يساعدنا، ووضع صعب جدا، يعني ما اقدرش اعمل حاجه. وانا جوجيتا قال لك مفيش امل في اللين اليمين وسابهولي، وانا ما اقدرش اعمل حاجه لوحدي، فقعدت ورا. فبقى انا استنيت شويه لحد ما الاقي مثلا سيريوس غلط وادخل احاول اسحبه. حسيت ان هو هنا غلط، لكن لقيت ان انجلو لازق فيه وجين لازق فيه، وهنا حاول توكسيك يجيب دبل كيل، لكن معرفش سيريوس قتله. و سيريوس اخد بوزيشن معاه كل النجوم، طلع لي 3 اشباح في وشي، وكده الراوند شبه انتهى. بس انا قلت ان انا قريب شويه من هايبري، فحاولت ادخل انتحاري، فاهم، اكون مزوخي اكتر. فحاولت اطلع هنا واضرب جاجيت، بس اللي عرفته بقى ان جين معاه سحبه، فانا لو دخلت هموت 100%. فرجعت اهيل شويه، لقيت ان سيريوس اتقدم بزياده، سحبته جبته، ولكن انجلو وجين قتلوني، ما اقدرش اعمل حاجه. هنا تيمي حاول يعمل حاجه بس ما عرفوش، عشان سيريوس كان قوي جدا علينا بجد. كانت بكايه جميله جدا، ما كنتش متوقعها من تيم من زعيم، فبعاش عليهم جدا. وانا هنا توكسيك تلعب من الكوره عشان كان متعصب، بس يب كنتش اقدر اعمل حاجه، ولكن طبعا كان في لعبه احسن من كده. بيلز روك هم معاهم فيسبيك، قلنا هنبني دينا ليون بيرس وبروك. يعني مش فاكر مين قال بكات بروك، ولكن بكات بروك حلو عشان لو كنا عايزين ناخد ثرار وكده يعني. فبندناها، هما بندوا مورتس، زيجي، كيت، مورتس، جوجيتا، حرفيا عمل لهم رعب. وهنا اخدوا جين فيرست بيك اللي هو بيكايه كويسه جدا، انا لو مكانهم هاخدها. هنا جوجيتا اقترح ناخد رافس ار تي، ولكن قلت له ار تي صعب لسببين. اول سبب ان هم معاهم بكايتين ممكن يكونترونا، وتاني حاجه ان احنا مش مرتاحين فيه، فاهم، احنا مش احسن حاجه بيه. فانا خدت اولي بطل احنا مرتاحين فيه بجد. يعني انا بحب البطل اولي، حبيته بجد، انا بعرف العب بيه، بس في نفس الوقت عارف كونتراته كويس جدا، وكونتراته هو سيريوس، وعلى طول اخدوا سيريوس. بكايه مش وحشه منهم خالص، بالعكس جميله. لكن البكايه الغلط اللي هم عملوها ان هم اخدوا البطل انجلو ده خلانا ناخد احلى جيم سبراوت في الحياه. فاخدنا سبراوت وبدلت مع توكسيك، لان توكسيك احسن مني بالتنكات يعني، وانا بفضل الثروارز. وبرضو زي ما انتم شايفين لو خدتوا بالكم ان جوجيتا حاطط ستار باور الهيل، لان احنا مش عايزين نفتح الماب، احنا عايزين نخلي الماب مقفول، وستار باور الهيل هيساعد توكسيك اكتر في ان هو يتحرك في الماب، يضغط، يعمل اي حاجه زي ما هو عايز. المهم احنا هنا قلنا الاستراتيجيه ان سبراوت لازم يكون على السيريوس والاولي يكون على الانجلو، دي قاعده، لان انا مقتنع 100% ان السيريوس بيكونتر اي تانك في اللعبه حرفيا. يعني تخيل بطل ينسخ لك بطل تاني، انت دمك 10,000 ينسخ لك بطل تاني دمه 8,000 9,000. فيعني مستحيل تعمل له حاجه، مش هتقدر تشيله، ولو شلته هيكون خلاص البطل سيريوس دخل وجاب لك شبح تاني وتالت. بجد كاونتر مقرف قوي. طب حاليا احنا بنهولد، وهدفنا ان احنا نحاول نجيب هايبر رافس عشان يديه لاولي، وانا جبت سوبري هنا، ولكن حطيت سوبر في الميد عشان جين ما يعرفش يضغط علينا. وانا المفترض كنت امسك اللين الشمال، بس مش عارف ليه مسكت اللين الميد. وهنا جوجيتا مات، مكانش ينفع هنا يموت بصراحه. هنا توكسيك عمل سحبه كويسه جدا، وهنا انا حطيت سوبر وحش قوي، او مش وحش خلينا نقول، لان جين سحب. لولا السحبه اللي سحبها جين دي كنت حبست الجين والسيريوس، لكن
يعني استعجلت في ردة الفعل، كنت لازم اتأنى اكتر في سوبري. فقلنا هنعمل نفس الحاجة، اهم حاجة سبراوت على سيريوس واولي على الانجلو. فانتوا شايفين بدلنا اللين على طول. هنا توكسيك دخل وسحب سحبة كويسة جدا على الجين. وهنا توكسيك حاول يجيب كيل، جاب كيل، عمل تريد دبل كيل اسطوري، ولكن هنا جوجيتا مات وبقينا في وضع 1v1. هنا انا طلعت اخدت دامج. انجلو معاه بيرس ضربها عليا بهايبر وحرفيا بقيت وان شوت. انجلو ضربني ضربه تانية وجاب سوبر وخلاص ما اقدرش الف ولا الحيطه ومت وخسرت ال1v1 ده. فالغلطه اني انا استعجلت واخدت اول ضربه. انا لو ما خدتش اول ضربه اللي من انجلو دي كنت كسبت ال1v1 ده بسهوله، لان انجلو ما يقدرش يعمل لي اي حاجه الا بالبيرس. والبيرس ساعتها برضو يعني هيدمجنا 4000 وبعدين هكون ساعتها جبت سوبر وخدت بوزيشن وقتلته، بس انا استعجلت. فيبقى قلنا هنا هنركز يا جماعه خلاص، يعني ده الماتش بوينت. لو زعيم كسب الراوند ده هياخدوا البطوله. فقلنا هنركز على تركيز، وقلنا انا هضغط من اللين مش همسك وسط تاني. وزي ما انتم شايفين انا اول ما مسكت لين وقعدت اضغط فيه سيريوس رجع، وهنا الشباب معايا حشروهم وجبنا كل ممتاز على سيريوس. وتوكسيك عاش، وجوجيتا جاب تابات كويسه جدا خلاه قريب جدا من الهايبر. وقلت له هنا يقتل الانجلو عشان يقرب من الهايبر اكتر. فهنا قلنا نخلي يعني المفترض انا شايف كان الباف ليا انا اهم، لان سبراوت اهم بطل في الجيم، لكن عادي اولي برضو هيستفاد لما ياخدها. فلقيت سيريوس يمين وضرب اشباح على طول، انا هشيلهم لان سبراوت بيكونتر سيريوس. وهنا كلايه جميله جدا 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 من توكسيك على الشمال. وانا حطيت سوبر واحاول ان انا ابيت السوبر جين عن طريق ان انا اجيب هايبر. فانا قعدت اضرب من بعيد وجبت هايبري، وقلت ان احنا لو ضيعنا سحب الجين كده ان شاء الله هنكسب الراوند 100%. فانا عملت ايه؟ دخلت بهايبر في اللحظه اللي هتيجي دي دلوقتي. انا مش عارف هتيجي امتى بس هتيجي. اوكي في اللحظه دي لان شفت الشادو طلع، وهنا خليته يضرب السوبر عشان لو جابني انا كان ممكن يكسبوا ال2v2 ده، لان سيريوس بيكونترهم الاثنين. ولكن حبست جيم فوق وخليته يمشي في الزون وسيريوس مات في ال2v1. وهنا احنا بقى ركزنا بقى كده الدبل ماتش بوينت، الكسبان ياخد البطوله وياخد البن. وكان الوضع يعني قشعريره كده، احساس بكهرباء، فاهمين؟ نهائي بطوله وبطوله صناعه محتوى، حاجه في منتهى الجمال. فكل حاجه على الخط. انا قلت طبعا انا لازم على سيريوس 100%. اولي يحاول يمسك اي حد غير سيريوس، وانا رحت لسيريوس على طول. وزي ما انتم شايفين هتلاقوا سيريوس بيحاول يبدل اللين يبعد عني، وانا بعمل العكس، بروح اجري وراه. فده كان هدفنا طول الجيم، ان انا اكون على السيريوس. وهنا اتضغطت جامد قوي من الجين، وحاليا كنا عايزين جوجيتا هو اللي يمسك الجين، لان مخداته قدام انجلو ملهاش لازمه عشان البيرس. وهنا سيريوس جاب عليا تابات حلوه بصراحه. فهنا جوجيتا ضغط من اللين، قال لي ان هو كسب لين اليمين، فاحنا ضغطنا من الميد على طول. وقلت توكسيكو يمسك ميد، بس رجع عشان جين قرب من السحبه. هنا انا حطيت سوبر اسطوري، خليت جين ملغي من البنش، وحطيت سوبر تاني خليت جين معاه سحبه وسحبني. دي كانت غلطه مني. وهنا توكسيك جاب كل مهم جدا وعملوا كلاتش الشباب اسطوري. هنا جوجيتا حط المخده وخلى الجين وان شوت. توكسيك دخل بالسوبر وجاب معاه تريد اسطوري على سيريوس. وهنا بقى 1v1 ضد جوجيتا وزين، وجوجيتا كسب ال1v1. وهنا كلنا صوتنا لان احنا اكتشفنا ان رفس معاه هايبر سوبر. وهنا كانت بدايه النهايه خلاص. لو بس توكسيك جاب سوبر الجيم اتحسب لنا ان شاء الله 100% وناخد البطوله والكاش والبن. انا قلت طبعا انا هحاول امسك سيريوس ونحاول نخلي ان جوجيتا يتضرب من اي حد عشان يجيب سوبره. زي ما انتم شايفين بيحاول يكون مزوخي عشان ياخد السوبر ويجيب الوين في اسرع وقت. هنا الشباب اللي ضدنا غلطوا، عمالين يحاولوا يضربوا توكسيك، ودي غلطه كبيره جدا. اللي ما ينفعش تضرب اولي وهو معاه هايبر الا في اخر الجيم، انت كده بتفقد له الهايبر.
هنا زين جاب سوبر وحاول يسحب ويجيب الجيم، ولكن سحب المخدة، وعلى رأي توكسيك وهيرو ان هو نعسان وعايز ينام. ها حاجة تضحك. وهنا اولي دخل بهايبر سوبر وجاب الجين وجبنا ال 3v1 ومسحناه. وحاليا قتلت انا السيريوس وبقى 3v1 وجي جي كسبنا البطولة. وحاجة في منتهى الحماس، وانا قلت كلام كتير، انا مش عارف انا قلت ايه، ولكن كسبنا البطولة. جي جي التيم زعيم، ما قصروش، كان نهائي بطولة جميل جدا. وبس يا جماعة، هو ده كان فيديو النهاردة. متنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيس اوت.